بغيتو مملحة جديدة وما دايراش ومذاقها ما كيتنساش، تكون واعرة ولذيذة لذيذة بزاف. كنقترح لكم تجربوا هاد البريوات ودعيو معايا شي دعوة زوينة في هاد العواشر. كيجيو كيحمقوا من اروع ما يكون، هشاش ومورقين مقرمشين وبدون ورقة البسطيلة. مرحبا بكم على القناة ومرحبا كذلك بالمتابعين الجدد. ما تنساوش ليا واحد لايك تعليق وبارطاج، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا غادي نحضروا العجين باش كنخليوه كيرتاح. غادي نحتاج ليه 750 غرام من الدقيق الابيض فورس، ما يعادل 7 الكيسان ونص بالقياس ديال كاس العنبه. وغادي نحتاج كذلك واحد 250 غرام من الدقيق الحرش الفينو، ما يعادل 2 الكيسان ونص. في المجموع عندي كيلو ديال الدقيق. غادي نضيف الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، ملعقه كبيره من السكر حبيبات، ثلث كاس من الزيت النباتي. عندي هنايا واحد الكيس ديال الخميره الكيميائيه اولا خميره الحلويات من فئه 8 غرام. وغادي نضيف واحد البيضه كامله اللي كتكون في حراره المطبخ. البيضه اللي دائما كنقول لكم بانها كتخلي هذا العجين كيجي احسن بكثير من ورقه البسطيله وكذلك من الورقه ديال الفيلو. جميع المملحات اللي كنخدموهم بهذا العجين كيجيونا مورقين وكيبقاو لنا واحد المده طويله مقرمشين، على عكس ديال ورقه البسطيله. كنبقى كنضيف الماء الدافئ بالتدريج حتى كنجمع هذا العجين كنحطو فوق سطح العمل. غير كنديوه كنجيبو واحد شويه باش ما كيبقاش ليا مفتت. كيف ما لاحظتوا راه ما كندلكوش نهائيا. وبالنسبه للقوام ديالو كنخليه نوعا ما صلب، ما تخليوش مرخي لاننا ملي غادي نحطوه كيرتاح غادي يزيد كيطرخ لينا اكثر. غادي ندهنو بالزيت النباتي. غنوضعو في واحد البلاستيكه، غنحاول هذيك البلاستيكه كنخرج منها الهواء. غادي نسد عليه وكنخليه كيرتاح على خاطرو. في هذا الوقت غادي نوجد التتبيله اللي غادي نتبل بها الدجاج. في واحد الزلافه غادي نوضع 2 معالق كبار اللي كيكونوا عامرين من صلصه الصوجه. انا توفرت على صلصه الصوجه الثقيله. الا كانت عندكم الخفيفه غادي تضيفوا 3 معالق كبار اللي كيكونوا عامرين. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه صغيره اللي كتكون عامره ديال المطارد اولا ديال الخردل. غادي نضيف واحد شويه ديال الفلفل الاسود. غادي نضيف كذلك سكنجبير اولا الزنجبيل، عندي اكثر من نص معلقه بواحد شويه. غادي نضيف الثوم بودره الا ما كانش متوفر عندكم. غادي تضيفوا 2 فصوص ديال الثوم اللي كيكونوا كبار محكوكين. وغادي نضيف واحد شويه ديال الملحه. بالنسبه للملحه غادي تردوا معها البال لان الصوجه كتكون مالحه، المطارد مالح، الدجاج حتى هو كيكون مالح بزاف، فلهذا الملحه غديروا غير واحد شي شويه. صافي غادي نخلط هاد الصلصه مزيان. ومباشره من بعد غادي ناخذ واحد ورق ديال الطهي غادي نسرحه بحال هكا مزيان وغادي نوضع عليه الدجاج. بما انني غادي نطيب الدجاج في الفرن فلا داعي انني نجبد الماعن ونبقى نوسخهم، فغادي نشرمل مباشره فوق ورق ديال الطهي. هنا غادي نحتاج لنص دجاجه. غادي تخدموا اكيد بالكميه اللي عندكم، يعني اللي عندكم غير فخيدات او اللي عندكم غير الصدر كتخدموا بداكشي اللي عندكم وداكشي اللي كيعجبكم. هنايا عندي نص دجاجه غسلتها مزيان، زولت ليها هذيك الجلده. ودائما كنقول لكم الا بغيتوا الدجاج يتشرب لكم التتبيله مزيان نشفوه ما تخليوش فيه الماء. غادي ناخذ هاد التتبيله وغادي نتبل بها الدجاج، ولكن قبل كيف ما شفتوا انا راني قطعت الدجاج اولا فلحته واحد التفليحات اللي كيكونوا شي شويه غارقين. وكنركز على هذوك البلايص اللي قطعتهم كنوضع فيهم هذيك التتبيله مزيان مزيان باش كيجيني هذا الدجاج متبل وكيجي مدغمر وكيجيني بنين بزاف. الا عندكم الوقت خليو هذا الدجاج كيتشرب لكم هذيك التتبيله مزيان. ما عندكمش الوقت نهار مباشره كيف شرملتو غادي نطيبو. كنسد عليه بهذاك الورق ديال الطهي ومن بعد غادي نسد عليه بالورق ديال الالومنيوم. ورق ديال الالومنيوم الا ما كانش متوفر عندكم غادي تسدوا عليه في 2 ديال الاوراق ديال الطهي باش ما كتخرجش لكم هذاك الماء اللي غيطلق لنا الدجاج من بعد. صافي هنايا ملي كنسد عليه مزيان غادي نوضعو في واحد اللاطه وكندخلو الفرن اللي كيكون ساخن جدا. كنخلي درجه الحراره متوسطه وكنخليه حتى كيطيب على خاطرو. بالنسبه لهاد التتبيله فانا فايت ليا شاركتها معكم في واحد الكغاطان اللي كنخدمو باللحم كيجي بنين ولا اروع. عرفتوا هاد التتبيله ملي كتبلوا بها الدجاج كيجي بنين 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 بزاف. كيجي فيه واحد المذاق ديال المدخن والدجاج كيطيب الزبده. كيجي كله مشرمل كيجي واعر في المذاق. كنتمنى انكم تجربوا هاد الطريقه وترجعوا تردوا عليا في التعاليق. هنايا غادي نزول هذاك الدجاج وهذاك المرق اللي كيبقى ليا غادي نحتفظ به كنصفيه وغادي نحتفظ به جانبا. غادي نوريكم من بعد فاش غادي نخدموا به. صافي هنايا مباشره من بعد في مقلاة على نار متوسطه غادي نوضع واحد الكميه ديال الزيت النباتي. عندي بصله اللي قطعتها مربعات عشوائيه
كتوابل غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وكنبقى كنخلط حتى كتعسل ليا هاد البصله تماما. تقدروا تغطيو عليها باش كتربحوا الوقت. غادي نزولها من المقله، وفي نفس المقله كذلك غنوضع واحد الكميه ديال الزيت النباتي. الا كانت عندكم الزبده غادي يكون افضل، هي الزبده كتجي زوينه ملي كنشحروا بها هاد المكونات. غادي نضيف هنا واحد الكميه ديال الفطر الطري اللي قطعته شرائح. غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود، وكنبقى كنخلط. اولا ممكن انكم تغطيو عليه كتخليوه حتى كيطيب على خاطره. بالنسبه للفطر الطري الا ما كانش متوفر عندكم، بلا ما تخدموا بهذاك الفطر ديال الفطر المعلب في هذه الوصفه، من الافضل تخدموا بالطري. الا ما كانش متوفر ما تخدموش به نهائيا. من بعد ما تبرد ليا هذاك الدجاج كيف ما لاحظتوا كنقطعوا قطع صغيره جدا، كنقطعوا بالقطعه ديال الربيع باش كيكون عندي كله بحال هكذا مقاد. غادي نوضعو في واحد الاناء، وغادي نضيف ليه ديك البصله اللي عسلتها. غادي نضيف كذلك هذاك الفطر اللي طيبناه، وعندي هنا واحد الكميه ديال لا داند فومي اولا صدر الديك الرومي المدخن، تقريبا عندي واحد 80 غرام. وضعتها في الطحانه باش كتطحن ليا كلها مقاده. وغادي نوضعها كذلك مع باقي المكونات. في هذه الاثناء غادي نوجدوا الصلصه اللي غادي نجمعوا بها هذه المكونات في واحد الكاسرونه على نار متوسطه. غادي نوضع معلقه كبيره ديال الزبده تكون نوعيه جيده. غندوبها واحد شويه، وغادي نضيف لها معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض. وكنبقى كنخلط بحال كنبدا نحمر هذاك الدقيق في هذيك الزبده. هاد الصلصه كتجي بحال هكذا زوينه وبنينه. من بعد مباشره غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب، ومباشره غادي نبقى كنخلط باش هذاك الدقيق ما يتكتلش ليا ويلصق ليا في القاع ديال الكاسرونه. من بعد غادي نزيد الكاس الثاني ديال الحليب، وغادي نزيد هذاك المرق ديال الدجاج اللي احتفظت به من قبل. هنا ملي غادي تردوا البال بانه ملي غادي يبرد غادي يجمد ليكم بحال فيه الجيلاتين. انا هنا راه غير خلطته عاد ضفته. وكتوابل غادي نضيف شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود، وكنبقى كنخلط باستمرار ما كنتوقفش نهائيا حتى غادي تلاحظوا بانه هذا الخليط غادي يبدا يعقد لكم وكيبدا كيبقبق بحال هكا وكيغلي. غادي نخليه واحد شويه بحال هكا، ماشي غير غادي يبدا يغلي ليا وغيتجمع ليا هاد الصلصه غنطفي النار، لا كنخليه كيغلي ليا مره كنخلط باش ما كيلصقش ليا. وغادي نضيف واحد الكميه ديال الجبن الاحمر المبشور، وكنبقى كنخلط حتى كيذوب ليا هذاك الجبن. عاد غادي نطفي النار. هاد الصلصه كتجي بنينه، وغادي تزيد غادي تبنن لينا هاد الحشوه اللي هي اصلا بنينه، غادي تزيد غادي تبنن لينا اكثر واكثر. بالنسبه لهاد الصلصه كنضيفها وهي ساخنه، ولكن ما كنضيفهاش كلها خطره واحده، كنبقى نضيف غير بشويه بشويه حتى كنوصل لهذاك القوام ديال الحشوه اللي بغيتي. الا ضفتوها كل خطره واحده تقدر تجيكم هاد الحشوه معلكه اكثر من القياس. فانا كنبقى كنضيف وكنخلط حتى غادي نحصل على حشوه اللي كتكون بحال هكذا معلكه غير بالقياس وصافي. هنايا بالنسبه للصلصه كيبقى ليا منها تقريبا واحد 3 المعالق كبار اللي حتى هما غادي نحتاجهم من بعد. ما ارتاح ليا العجين غادي نحربلو واحد شويه باش نقطعو. غادي نقطعو 4 ديال القطع، كل قطعه غادي نلولبها نعطيها شكل كروي، وغادي نوضعهم في واحد الطبسيل اللي كنكون دهنته بالزيت. وهذوك الكرات حتى هما كندهنهم جيدا بالزيت وكنغطيهم. هاد الكرات من الافضل تخليهم كيرتاحوا واحد شويه، لانه تبارك الله راه كل كره فيها 4 ديال الدقيق، باش من بعد كيسهل علينا اننا نمددوهم ما تعذبناش. ملي كيرتاحوا ليا هاد الكرات كندهن جيدا سطح العمل بالزيت، وغادي نمدد هاد الكرات من الوسط وانا غادا الجوانب. هاد العجينه قد ما رققتوها قد ما دوك المملحات كيجيوكم مورقين بزاف. الوريقات كيجيو رقاق وكيجيو مقرمشين. ديما كنمدد من الوسط وانا غادا الجوانب، كيكون السمك ديال العجين كله مقاد كله رقيق. كناخذ هنايا الزبده مارغرين اولا الزبده الخاصه بالتوريق. غادي ندهن جيدا العجين مزيان وصافي. هنايا غادي نطوي بحال غادي نشكل واحد المسمنه. ولكن ملي كنحصل على شريط بحال هكذا كنبقى كنجبد فيه باش كنزيد كنرقق مازال هذوك الطبقات ديال العجين. ومع كل طيه ضروري كندهن بالزبده. بما انه الجو بارد راه في كل مره كنحط الزبده كنلقاها جمدت ليا في العجين، فلهذا تكون ايديكم شي شويه خفيفه. وما تنساو حتى شي بلاصه في العجين باش يتورق لينا كامل. بنفس الطريقه غادي نكمل 3 الكرات اللي بقاو ليا، وغادي نخليهم كنغطيهم بواحد البلاستيكه، وكذلك كنخليهم واحد شي شويه كيرتاحوا. من بعد ما كيرتاحوا كناخذ اول مربع. هنا قبل ما تقطعوه بحال هكذا الشرائط حيدوا هذوك الجنابات قطعوهم باش التوريق كيبقى لينا واضح. انا راني نسيت، انا حتى قطعت هذه الاشرطه عاد فكرت بان الجوانب ما قطعتهمش، فانا غادي نقطعهم كلهم من بعد. هنايا كل مربع ديال العجين غادي نخرجوا منه 8 ديال الاشرطه. بالنسبه لهاد الاشرطه غادي نوضع واحد الكميه ديال الحشوه بحال هكذا في الجوانب، وغادي
نلف هاد الاشرطه على شكل مثلثات او على شكل بريوات، وملي كيبقى ليا واحد شويه ديال العجين كيف ما كتلاحظوا كندخلو هنايا لداخل، يعني كيف ما كنشكلوا البريوات تماما. هنايا واحد النقطه مهمه ملي تكونوا كتمددوا في العجين، خصوصا في هذه المرحله ملي غادي نبداو نشكلوا في البريوات، ما ديروش بزاف ديال الزيت فوق سطح العمل، لانكم الا خدمتوا بالزيت بزاف غادي يبقى هذاك العجين كيزلق لكم. ملي غادي تقطعوا هاد الاشرطه غادي يبانوا لكم بحال بداو كيتقلصوا، بداو كيرجعوا للحجم ديالهم، بداو كيصغاروا. فلهذا خليو غير شي شويه ديال الزيت باش ملي تمددوا هذاك العجين كيبقى لاصق في بلاصتو، وانتم كتحضروا هذوك البريوات بكل سهوله. بنفس الطريقه كيف ما لاحظتوا غادي نكمل هذه الكميه كلها اللي عندي. غادي ناخذ واحد البيضه اللي كنزول ليها شي شويه ديال البياض، كنضيف ليها قطرات ديال الخل، غادي ندهن جيدا هاد البريوات وغادي نتقبهم من بعد بواحد الكيردون. وبالنسبه لطريقه الطهي فهي مهمه جدا. هاد العجين دائما كنطيبو بنفس الطريقه، كندخلو الفرن اللي كيكون ساخن جدا، كنسخنو من قبل بواحد ربع ساعه حتى ل 20 دقيقه. كندخلو هاد اللاطه للرف العلوي والنار من الاسفل. 10 دقائق الاولى كنخلي النار مرتفعه، من وراء 10 دقائق غادي نخفضها الاقل من متوسطه، كنخليهم حتى كيطيبوا على خاطرهم، ومن بعد غادي ننزلهم للاسفل حتى كيتحمروا. بالنسبه لهذوك لي سيجار اللي شفتوهم فانا كان بقاو لي 6 ديال الاشرطه، وكانت الحشوه ما بقاتش عندي تقادات، فخديت من هذيك الصلصه زدت عليها شويه ديال الفلفله معسله وشويه ديال البصله معسله وشويه ديال الزيتون، وعمرت بهم هذوك لي سيجار. بالنسبه لهذه الحشوه كذلك ممكن انكم تخدموها في الورقه ديال البسطيله على شكل ديال السيجار اللي تمرمدوهم في الدقيق والبيض ولا شابليغ اللي كتكون مسنه وتقليهم في الزيت، كيجيو من اروع ما يكون. وهذه الحشوه كتجي كتحمق. ولو وصلتوا لهذه المرحله ما تنساوش ليا لايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. مع السلامه.